أن يترتب على إنكارك ما هو أنكر منه، وهذه المرتبة حرام باتفاق العلماء. والأئمة مثلوا لهذا كابن القيم وغيره للدرجة دي بمسألة الخروج على الحكام. طيب احنا النهارده مثلا عايزين نحكم الشريعة، ونحن من أبناء الناس ولا نستطيع. طيب هنعمل جماعات مسلحة. طب الجماعات المسلحة دي لما تقاتل دولة منظمة، والدولة دي ممكن يكون لها إعانات مجانية ضد هؤلاء، يبقى أنت مثلا معاك عندك كم مخزن سلاح وكم مخزن ذخيرة، الطلقة اللي أنت بتطلقها مش هيجي غيرها إلا بصعوبة، لكن دي دولة منظمة ولها جيش، خلاص؟ يبقى هيحصل نوع من المواجهات. هذه المواجهات ممكن تحسم القضية وأنت تطلع على الكرسي وتقعد. يقول ابن كثير رحمه الله: ما أفلحت في موضع من البداية والنهاية، ما أفلحت محاولة قط في الخروج على الحكام. لكن ايه اللي بيحصل؟ تشرب الأرض من دماء العوام. عشان كده العلماء يحرمون الخروج، ويقول العلماء أن كل فتنة وقعت في هذه الأمة إلى آخر الدهر سببها هذا، عدم الصبر على مخالفات الأمراء وسرعة الإنكار عليهم بالسلاح. هذه مسألة يعني يترتب على الإنكار منكر أكبر. طب أنت لما خرجت على الحكام كنت تقصد إيه؟ أن تقيم حكم الله، مش كده؟ جميل. طب هل حكم الله قام؟ أبدا، ما حصلش. إيه اللي حصل؟ مات مئات أو ألوف من الناس، والذي من أجله خرج لا زال قائما.